إنها إحدى التقاليد المغربية التي اكتسحت الأعراس الجزائرية في السنوات الأخيرة، ففرقة النجافات أصبحت مطلب كثير من العائلات الباحثة عن الفخامة والبهرجة في أعراسها. العمارية تقليد مغربي اللي يديروها من بكري واللي يسموهم هما النقافات في المغرب، ودغنيغمون دخلت للجزائر واللي ولات بزاف دوموندي ما شاء الله. ولاو العرايس كامل يدومونديوها كيما راكم تشوفوا. كل عرس تزيد الفخامه تاع العرس وتزيد بزاف في لومبيونس اللي ولات دوموندي. ديجا لا ماري تحس روحها اون غان فوق العماريه. الايامات اللي دخلت فيها كانوا يدومونديوها غير الناس طبقه فخامه اللي كيما نقولوا حنايا مرفين. مي دوكا نو ولات دومونديك، ولات كل عروسه دير الكرسي تاعها باش دير العماريه باسكو تزيد لها النص في العرس، تزيد لها لومبيونس. فريق رجالي وآخر نسوي حسب الطلب. البنية القوية لأعضاء الفريق شرط أساسي، لكن ماذا عن الأسعار؟ كيما الجروب تاعي خيرتو كامل كيما راهم فوق دو تاي اللي يقدروا يرفدوا لا ماريي سوا لا ماريي ولا المطهر. ولا الجروب ام فيه 5 بيرسون 5 ام، فيه قرقابو تانيت. بارابور لي فام فيه 4 فام، فيه زوج بنات واحد اخرين تاع جديب وفيه 4 فام. الوغ سي بيرسون لي بري تاع بور فام نحسبوها 30000 جوسكا 35000. لي جروب ام بالقرقابو نحسبوها من 35000 حتى ل 40000. أسعار ورغم ارتفاعها لكنها لم تثني العائلات عن التمسك بالعمارية والأجواء التي تصنعها. شفتها في واحد العرس عجبتني العمارية هذيك عجبتني، كنا نديروها لبنتنا نفرحوها، جبناها لها وهي راه ثاني فرحانة بها. ما عندي ما نقول والله غنجيبوها ثاني، مازالوا لنا 4 عراس ان شاء الله كاع نجيبوها لها. هكذا تفضل كثير من العرائس أن تحملن فوق الأكتاف في ليلة العمر وسط أجواء احتفالية لا يصنعها سوى فريق النجافات.